جيت في هذا الفيديو باش نشارك معكم واش تقديت اليوم من بيم وحتى من المارشي مع الأثمنة اللي معروف أنها ضمن التقدية الأسبوعية، وغادي نشارك معكم حتى شنو وجدت في الغداء والعشاء. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة والصحيحة وراحة البال هي الأهم. اللي مريض يا ربي يشافيه ويرحم جميع أموات المسلمين يا ربي. قبل ما نبدا في الفيديو ديال اليوم كنبغي نصلي كيف ديما على حبيبنا ورسولنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة للصباح يعني تقضية، مشيت تقديت من السويقة. كيف ما لاحظتوا دابا البيض تقديته ب 27 ريال، يعني درهم 35 سنتيم. خديت 20 ب27 درهم 540 ريال. كما قلت لكم فاش كينزل شويه كنفوت العدد 10 ولا 15. دابا هنا جبت 20 لان ديجا حتى في الثلاجه ما بقاش. هاد البيض خديته من عند سيد تالي، لان السيد اللي كنتقدى من عنده لقيتو ساد. غندوز معاكم هنايا القزبر والمعدنوس اللي شفتو قبل هذاك والنعناع. عندي 3 دراهم 60 ريال ديال النعناع و3 دراهم 60 ريال ديال القزبر والمعدنوس. هنا جبت هاد القزبر والمعدنوس باش نوجد الحريره اللي غادي ندير، يعني هادشي اللي تقديت اليوم بغيت نطيبو، نطيب منه شي حاجه غدا والعشاء. كيف ما كنحط ديما في القناه شي حاجه هي بسيطه، كنحاولوا ما امكن تكون حاجه ديال الدار. بالنسبه هنايا للحوت تقديت هنايا الكروفيت ولا القمرون داير 90 درهم 1800 ريال. خديت غير رابعه ب 450 ريال اللي هي 22 درهم ونص. لاش الاخوات عارفين شنو بغيت نوجد بها؟ اللي عارف يكتب لي في التعاليق باش كتركزوا على شنو كنوجد بالكروفيت الاغلبيه لاش كنتقداه. وشكرا بزاف على تعاليقكم الزوينه هذه، غير بين قوسين كنشكركم بزاف. بالنسبه للسردين خديته هنا ب 18 درهم 360 ريال كيلو. مولفه كناخذو ب 25 درهم من عند هذاك السيد اللي قلت لكم، هذا من عند سيد سالي. خديته من عنده ب 18 درهم 360 ريال. وهاد السردين هذا شويه غليظ، وهنايا الميكا فاش بغيت نغسلو لقيت فيه الزيت هكاك، الزيت ديالو صفر، يعني هذا مشحم كما كنقولوا غير ديال الكفته. ولكن هنايا انا غنوريكم شنو درتو في الغداء، يعني طريقه اللي كيعرفها الجميع. ننتقل معكم بلا ما نطول عليكم الفيديو. المجموع ديال هاد التقديه هذه اللي شاركت معكم لحد الان هي 73 درهم ونص، اللي هي 1470 ريال. غندوز معاكم دابا للتقديه ديال بيم. بالنسبه للتقديه ديال بيم تقديت منها المجموع ديال 62 درهم فاصله 05 1240 ريال. هنايا قبل ما ندوز للاثمنه وشنو تقديت، بالنسبه للفيديوهات هاد الثلاثه اللي حطيت مؤخرا حطيتهم في وقت اللي هو متقارب. علاش؟ لانني حطيت هذاك ديال البيتزا وجدتها وحطيتها، لانني لا تسنيت حتى ندخلها مع التقديه غادي يجي اولا الفيديو طويل، ثاني حاجه غنقدر نبقى نقول بلاتي حتى نديرو نحطها وعطلها للاخوات اللي طلبوها مني واحد المده اللي هي طوال من القياس. راه شفتوا الطريقه والمقادير وكنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. نكمل معكم دابا شنو جبت هنايا البابي جينيك عزكم الله داير 19 درهم 90، 20 درهم 400 ريال، فيه تسعود. هذا اول مره كناخذه نجربه ونقول لكم رايي فيه بكل صراحه ومصداقيه. بالنسبه هذاك بابي جينيك اللي كنت قديت من كازيون الاخير شاركته معكم، راه بصراحه الكاليتي ديالو شويه ناقصه. علاش؟ لان حتى الثمن ديالو راه ناقص تقريبا 15 درهم ولا 14 درهم، راه ماشي هي 20 درهم. وكما كنقول لكم الاراء تختلف والاذواق تختلف. غندوز معكم هنايا لهاد الكريمه ديال الطبخ وديال الحلويات، راه ديما كنتقداها وكنشاركها معكم وكنعطيكم رايي فيها، وحتى مجموعه من الاخوات راه كيجربوها وكيشكروها وكيكتبوا لي في التعاليق. دايره 8 دراهم 90، 9 دراهم 180 ريال. بالنسبه للمنتوج اللي من بعد اللي هو السكر سنيده، لا لاحظتوا ما تقديتوش في الاول الشهر لان ديجا كانت باقا عندي نص كيلو كانت باقا عندي كيلو عفوا. كنت قلت لكم في شنو تبقى لي في الشهر نص كيلو كتهز البواطه، انا مشيت على حساب دايره فيها كيلو. كتهز 2 كيلو، يعني كان بقى لي كيلو تستعمل. ما خديتهاش في الاول الشهر وخديتها دابا،
يعني في هذا الاسبوع الثاني لانها سالات. كنقول لكم ديما ناخذ ولا كنتقدى الحاجه اللي سالات دايره 9 دراهم 95، 10 دراهم، 1000 فرانك ولا 200 ريال. بالنسبه للسكر كلاصي ديما كناخذ هاد النوعيه دايره 5 دراهم فاصله 45، 109 ريال. تقاده. وبغيت نصايب هذيك المعلكه اللي قلت لكم رانا ديجا حاطاها في القناه وغادي نعاود نصايبها نشاركها معكم بجميع التفاصيل ديالها. حتى بالنسبه لهذيك الحاجه اللي قلت لكم غنصايب بالفواكه الجافه رانا حتى هي صايبتها، هي غنحطها في فيديوهات مقبله ان شاء الله، وصدقات زوينه وزوينه بزاف. بالنسبه هنا الملحه دايره 2 دراهم فاصله 35، 47 ريال. هذه هي التقديه اللي تقديت من بين. غنجيب دابا الوريقه اللي كنشارك معكم ديما، كتكون في الاول الشهر، ما كنقطعها حتى لاخر الشهر فاش كنشارك معكم السلعه اللي تبقات لي في اخر الشهر. هنا غادي نقرب شويه الكاميرا باش يبان لكم اشنو اللي زدت وشنو علاش غنضرب. هنا بالنسبه عندي الحليب، هنا راه هذا الشيء اللي غنضرب عليه نسيت ما ضربتش عليه في التقديه اللي كنت شاركت معكم مؤخرا. هنا راه كنت خديت 6 ديال 6 لتر ديال الحليب ديال الي ديال البان. الملحه حتى هي ها هي تقديتها دابا. بالنسبه لهنايا الورق ديال البابيجينيك اعزكم الله تا هو خديته. الكسكسو كنت خديته ديجا في التقديه اللي قبل، سنيده تقديتها هي والسكر كلاصي اليوم. صافي هذه هي الورقه غنبقى مخليه هذا الشيء اللي باقا ما تقديتش. الا تقديته راه غادي نشاركو معكم، وإلا خصاتني شي حاجه تاليه راه غادي نقيدها ونجيبها ونشاركها معكم مع الاثمنه. وهاد التقديه اللي درت دابا غادي نجمعها لكم في الفيديو ديال التقديه ديال الاسبوع كامل، يعني في النهايه التقديه الاخيره ديال هذا الاسبوع الثاني راه غنقول لكم شحال صرفت في هذا الاسبوع الثاني بكل صراحه ومصداقيه. غندوز معكم دابا لاشنو وجدت في الغداء. هنا عندي بالنسبه للغداء درت البطبوط، لان كما كنقول لكم وليداتي كيبغيو البطبوط بزاف. هنا درت البطبوط مع هذا الحوت اللي ديما كنقولوا حوت ملاصق ولا حوت يعني هنايا بالشرموله ديالو، واخا بنتي ما كتبغيش الشرموله كتبدا تنقي فيها. درته ودرت هنايا البطبوط راه كيطيب. الفريت راه هو ديك الكوكوط راه دايره غير القليان، يعني راه ما كان كتعرفوا الزيت ديما كيلصق هكاك، يعني كنخليها غير القليان. والسردين راه كنقلي فيه. هي هذه الطبيله، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي. ووجدت حتى هذاك سميتها هذيك الرجله حتى هي بقات لي الكميه الاخيره من هذيك القبطه اللي شاركت معكم. صايبتها غير بالكمون، البابريكا وزيت الزيتون، يعني ما كنديرش فيها توابل كثيره. ودرت الفريت اللي شفتو، ودرت الخيار مقطع دوائر، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي. بالنسبه هنايا للديسير كما قلت لكم اغلبيه وليت كناخذوه من حدا الجامع كما قالت لي الاخت، وكما ديجا كنت شحال هذه كانت قدام حدا الجامع. شكرا بزاف اختي. وبالنسبه سميتو ولا في الليل، هنايا راه الزوج ديالي جاب هذا الديسير في العشيه، داير 10 العنب داير 10 دراهم، والشهديه والخوخ حتى هما 10 دراهم. الكيله المجموع 54 درهم، 1080 ريال. تنديرو في هاد الشبكه ما كنغسلوش، كنديرو في هاد الشبيكات وكنديرو في الثلاجه، كيبقى صابر واحد المده اللي هي طويله. كنغطيه بطبيعه الحال ما كنخليش بحال هكا، وكيدي لي مده 4 ايام 5 ايام ماكسيموم صافي كيسالي. وكاين المره اللي اقل على حسب الاستهلاك. غندوز معكم دابا العشيه. شنو درت؟ وجدت الحريره كيف ما كاتبه في العنوان الحريره. اشنو اللي جرى؟ وجدت الحريره اللي ديما كنقول لكم طبيعيه 100%. هنا شنو درت؟ وجدت القزبر، المعدنوس، الكرافس اللي كنت شاركت معكم في التقديه اللي شاركت معكم فيها الكرافس. ايوا حطيته على حسب باش ندير به الحريره، وبقى صابر راه كيبقى حتى 20 يوم في الثلاجه ما كيجرى له والو، غير في الثلاجه لتحت لا هو لا القزبر لا المعدنوس لا النعناع. هنايا حليت هذا الطحان، وديجا رانا شاركه معكم طريقتي في الحريره. هذيك الغلاقه هذه الصغيره ما عرفتش واش حطيتها فاش حليت الغلاقه تلاحت ليا في الكاس، واش انا اللي حطيتها في الكاس لحد الساعه باقا ما عرفتش كيفاش حتى وصلت لوسط الكاس. مع الزربه قطعت القزبر والمعدنوس ما بانتش ليا بالمره صافي، ودرت الماء، حطيت داك الطحان ركبته في بلاصتو، دورت وانا نسمع
يعني واحد الصوت غريب، صافي دير ليا فراسي دورتها ما كاملاش ميم با 2 ثواني سمعت الصوت وانا نطفيها. قلت صافي الغلاقه كاينه تما، قلت صافي الطحان مشى، قلت داك الموتور قلت صافي تا هو تصبي هو تحرق. جاب الله ما تحرقش، جربته باقي الحمد لله والشكر لله باقي ما خسر ما والو. ايوا وفاش حليت الغلاقه هذه الكبيره ديال البلاستيك وانا نلقاه الفوق طالع، هي هذا راه تهرس منه هذيك البلاصه. صافي وانا نلوح هذاك الشيء كامل ديال القزبر المعدنوس الكرافس، غير جاب الله كنت مخليه واحد شويه ديال الكرافس في الثلاجه، ولحت داك الشيء وعاودت درت القزبر والمعدنوس اللي تبقى ودرت معاه داك شويه ديال الكرافس ودرت الحريره. شكون اللي بحالي كتجرالو بحال هاد الحوادث كنقولوا تاع المطبخ يكتبها لي في التعاليق الا كان ممكن. هنايا كتجيك واحد اللحظه كتجيك بحال كتجيك ما كتشوفي يعني كتجيك بحال شي حاجه كتكون باينه وانت ما كتبانش ليك، يعني كتقولي سبحان الله الحاجه كنشوف فيها وهي ما بايناش. قلبت على هذيك الغلاقه تاع عييت، قلت صافي راه الصبيح حطيتها في شي بلاصه تاجستها هي وسط الكاس. صافي رميت داكشي كما قلت لكم، درت خليط اللي هو يعني من جديد، وها هي الحريره هي اللي درت العشاء كما كنقول لكم طبيعيه بدون مواد حافظه بالمره، فيها الصلصه ديال الطماطم اللي كنوجد في الدار ومشاركاها معكم ديجا في القناه، السمن، واحد شويه ديال اللحم تلوحوا فيها، كاين مره كنديرو كاين لا. وهذه هي الحريره كما كتشوفوا حمراء بواحد الدرجه الكاميرا ما عطياش حقها. وبالنسبه كالرافقه ديما بالبيض مسلوق والتمر. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي. وراه مجموعه من الاخوات وجدوها بالصلصه اللي شاركت معكم وشكروها وبزاف، قال كتجي خفيفه وبنينه. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي. شكرا بزاف على تعاليقكم الزوينه، وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا، والى اللقاء في فيديو جديد ومتنوع باذن الله. شكرا.